السلام عليكم، ازيكم عاملين ايه؟ يا رب دايما تكونوا بخير وسعادة وصحة يا رب دايما اللهم امين. طبعا بعد ماتش امبارح بتاع الاهلي وصن داونز وخروج الاهلي من دوري ابطال افريقيا والخسارة السيئة المذلة اللي تعرض لها النادي الاهلي رغم ان هو تعادل ولكن خرج من البطولة دي كانت حاجة بالنسبة لكل جماهير الاهلي حاجة مش متقبلة خالص. ولكن أنا طالع أتكلم على حاجتين. أولًا أنا ضد تمامًا، تمامًا، تمامًا اللي حصل مع مارسيل كولر من رمي الأزايز عليه من الجماهير وضربه والكلام ده كله. أنا أتفهم إن الجماهير ع متعصبة، الجماهير زعلانة، جماهير كان عندها أمل إن هي توصل للنهائي وتاخد البطولة وتوصل للنهائي للمرة السادسة على التوالي وتعمل رقم جديد للنادي الأهلي، كل الكلام ده أنا متفهمه وأنا واحد من الجماهير دي. ولكن في نفس الوقت لازم نتعلم إن الرياضة فيها احترام، وما ينفعش علشان خاطر ماتش أهِد كل اللي هو حصل قبل كده. ما حدش يقدر ينكر إن مع مارسيل كولر الأهلي كسب بطولات كتير، مع مارسيل كولر الأهلي قدر يوصل لأكتر من بطولة كأكتر من نهائي ويكسب النهائيات دي، ويكسب بطولات من الدوري ويكسب من بطولات من الكاس ويكسب بطولات من السوبر. يروح يلعب في كأس العالم للأندية، ما حدش يقدر ينكر هذا الكلام كله. الراجل ليه يعني إنجازات حققها مع النادي الأهلي طبعًا، ما حدش يقدر ينكرها، ويجب أن نحترمها، ويجب أن نقدّره عليها. ولكن إن أنا أبقى المشهد الختامي بتاعي مع الراجل إن أنا أرميه بالأزايز، وأبقى هو خايف وهو يخرج من الملعب ويجري عليه حد من بتاع الأمن علشان خاطر يحميه، علشان يدخّله غرفة الملابس ويحميه من الأزايز اللي بتترمي عليه، أنا ضد ده تمامًا. أتفهم غضب الجمهور، ولكن لازم يبقى عندنا فكرة ثقافة إن ما ينفعش أهِد المعبد كلّه علشان ماتش. أنا واحد من الناس حتى امبارح كنت باتكلم بعنف جدًا وبعصبية جدًا وشتمت مارسيل كولر، وقُلت إن هو مدرب جبان وإن هو مدرب خلاص خلّص كورة والكلام ده كلّه. أنا قُلت ده. وما زلت عند رأيي إن هو مدرب جبان وإن هو خلّص كورة، ولكن أنا كنت كمان أنا نَفْسي باقول لنَفْسي أنا كنت متعصّب جدًا وما كانش ينفع أطلع وأعمل فيديو وأنا في الحالة دي. يعني كان المفروض إن أنا أهدى، كان المفروض إن أنا أقعد شوية مع نَفْسي لحد ما أهدى وأقدر من بعد كده أفكّر الكلام اللي أنا هاقوله إيه. أنا حتى نَفْسي باعاتب نَفْسي على اللي أنا قُلته امبارح، رغم إن أنا كنت باتكلم إن هو ضيّع الأهلي وإن هو كان لازم يمشي من فترة كبيرة والكلام ده كلّه، بس الأسلوب يعني ما كانش يبقى ينفع aggressive أوي كده. ولكن أنا ما غلطتش في حاجة تمِس سُمعته مثلًا، لإن في الآخر أنت دي كورة. يعني مثال بسيط جدًا، يورجن كلوب لمّا كان بيدرّب ليفربول بحُكم إن أنا باشجّع ليفربول، فأنا هاقول لِك نفس الكلام، أو لو ريال مدريد مع كارلو أنشيلوتي. في آخر فتراتهم ما كانوش بيمرّوا بأحسن فتراتهم مع ليفربول أو مع ريال مدريد، ولمّا جه يورجن كلوب يمشي أو خلاص هو يا جماعة مش هيقدر يقدّم أكتر من كده، جماهير حيّته، جماهير بقت بتعمل له لافتات تقول له دانكي يورجن، شكرًا يورجن بالألماني، متشكرين على كل الmemories وكل الأحلام اللي أنت خلّيتنا نعيشها وحققناها، متشكرين على كل السنين اللي أنت اديتها. وارد جدًا إن أنت في وقت من الأوقات خلاص بتوصل لمرحلة أنا ما عنديش جديد أقدّمه، فلازم لمّا تيجي تخرج في المرحلة دي، تخرج باحترام، تخرج وأنت الناس فاكرة لك اللي أنت عملته، تخرج وأنت ما زلت حُبّك عند الجماهير. مش معنى إن أنا خسرت ماتش أو بطولة إن أنا أرمي كل حاجة وأهاجمك وأضربك وأعمل الكلام ده، أنا ضده تمامًا، ضد اللي حصل مع مارسيل كولر. هو خلاص كده، كده خلاص بنسبة مليون في المِيّة هو هيمشي. أيًا كان المدير الجديد اللي هييجي أو أيًا كان المدرب اللي هييجي، ولكن ما ينفعش دي تبقى الصورة بتاعة الأهلي وجماهير الأهلي اللي بتحب النادي بتاعها واللي بتشجّع النادي بتاعها وبتبقى بتتعامل كده سواء مع لعيبة أو مع مدربين. أنا ضد ده تمامًا، وأنا حتى على الفيديو اللي أنا عملته امبارح أنا باقول أهو،
واتكلمت فيه بعصبية ونرفزة على مارسيل كولر وعلى فكرة الكلام اللي أنا قُلته وإن هو مدرب جبان وإن هو ما بقاش يفهم وإيه القرف ده وإيه الكلام اللي أنا قُلته ده كلّه، ولكن في الآخر برضه أنا كنت عصبي أوي كنت باحاول إن أنا أطلّع عصبيتي وده ما كانش صح، المفروض إن أنت ما تعملش كده، أنا باقول المفروض إن أنا ما كنتش أعمل كده، المفروض إن أنا كنت at least أهدى خالص، أقعد شوية حتى مش لازم أنزل فيديو على طول، بس ممكن أقعد ساعة بعد الماتش، أهدى خالص، أرتّب أنا هاقول إيه، بحيث إن أنا ما أبقاش في الحالة اللي أنا كنت فيها. كمان للسادة الصحفيين اللي كانوا بيسألوا، برضه حتى لو أنت أهلاوي ومتعصب ومتضايق وأنت بتسأل أسئلة، المفروض إن أنت في شغلك تبقى صحفي محترف، ما ينفعش تسأل أسئلة من وجهة نظر صحفي أهلاوي، ولكن تسأل أسئلة من وجهة نظر صحفي بتقدّم شغلك، بتقوم بشغلك، ما ينفعش إن أنا آجي أقول له هو أنت كنت مقرر إن أنت هتقضّي الصيف بتاعك في سويسرا والّا هتلعب كأس العالم للأندية والّا في أفريقيا عشان كده أنت حاولت تخرج، يعني أسلوب مش حاجة. فأتمنى من جماهير النادي الأهلي الواعية إن هي تتعامل على إن دي يا جماعة في الآخر كورة، خلاص أنا النهارده عدّى اليوم وخلاص بدأ الواحد يهدى وبتاع تمام خلاص، ما بقاش ينفع إن أنا أفضل مكمّل بنفس الأسلوب بتاعي، إن أنا عصبي ومتعصب ما ينفعش. اللقطة دي بالنسبة لي لقطة لا لا تُمِت لجماهير النادي الأهلي الكبيرة أوي، فئة منهم عملت كده. لكن ده ما ينفعش أبدًا، أبدًا يبقى ده الوضع الطبيعي بتاع جماهير النادي الأهلي، ولا الأسلوب بتاع جماهير النادي الأهلي اللي بتشجّع النادي الأهلي، ولا ينفع إن دي تبقى الطريقة اللي بنعامل بيها المدربين بتاعتنا. أنا بس حبيت أقول الكلمتين دول، وإن شاء الله بالليل هابقى موجود مع حضراتكم في ماتش ريال مدريد وبرشلونة. أشوفكم على خير، السلام عليكم.